ايوه يعني انا ايه اللي يخليني اعمل الكامبين دي؟ هتقولي الرقم اللي اتكلمت فيه مع مجدي، هقولك عادي ممكن اخده في اي كامبين. بس ده براند عالمي. ليه، هو انت كنت شفتني بعمل اعلانات زيت وسمنه؟ ما انا كل الاعلانات اللي عملتها قبل كده كانت انترناشونال براندز. طيب انت عايزه ايه؟ ايه اللي يريحك؟ عايزه احس ان الكامبين دي هتضيف لي حاجه جديده، يعني هتعمل لي حاجه ما اتعملتليش قبل كده، يعني فكره ايفنت جديد ما اتعملش، عدد اوت دورز ما حصلش لحد قبل كده، اعلان مثلا مع نجمه او نجمه عالميه، يعني اي حاجه تشجعني يا منير. بتضحك ليه؟ لا اصل الكلام ده انا سمعته قبل كده من كاميليا، تقريبا نفس الكلام بالظبط. اليومين دول؟ قصدك ايه؟ قصدي لو اليومين دول يبقى لازم تعقلها، لو زمان ماشي. النجم لازم يبقى عارف امتى لا مؤاخذه يشد وامتى يرخي. طيب هو امتى يشد وامتى يرخي؟ يشد وايد الناس ماسكه فيه، بتشده ومقطعه له هدومه وملخه له دراعاته، ويرخي لما يحس ان شدتهم دي بدات ترخي، بقى هو اللي يدور عليهم عشان يعبروه. ممكن نركز في موضوعنا؟ عندي سؤال بس بره موضوعنا، معلش، في حاجه يا منير ملخبطاني من ساعه ما شفتك. هي كمان اكبر منك؟ بطلي هزار يا لؤلؤ. والله العظيم بسال بجد. ايوه يا سوزان. لا معلش اصل انا في ميتنج. لا بص، هي هتلاقي في درج مكتبي. سوري. عايزين بقى يا منير نعمل للؤلؤ في الكامبين حاجه كبيره. اكيد طبعا يا مجدي، هنعمل حاجه كبيره. الو، النجمة كاميليا، أنا واحدة من جمهورك وبحبك جدا وبغير عليكي قوي. كنت عايزة أقولك إن جوزك قاعد مع لؤلؤ دلوقتي في فندق فيرمونت. هما بيحبوا بعض ولا إيه؟ لؤلؤ، في ايه يا بكر؟ هما متلكعين كده ليه؟ احنا اسفين يا باشا، بس النجمه مأكده ان محدش يدخل لها غير لما احنا نرجع لها، واسم الباشا هي مبلغانا بيه ومأكده انه سعادته ما يدخلش. انت اتهبلت يا ابني؟ مش عارف الباشا مين؟ والله انا واللي زيي بننفذ الاوامر. خلاص يا بكر، اطلع الشركه. مجدي ثانية واحدة. مجدي الحقني يا مجدي، بطني وجعاني قوي، وديني أي مستوصف ولا أي عيادة بسرعة دلوقتي حالا. وده وقته، انت مش شايفانا قاعدين بنشتغل؟ مجدي ده باين عليها ازاي ده يا مجدي، هي ازاي ده هتستنى الشغل؟ بعد اذنكم. دي حلوه قوي. انت عارف يا منير ان انا بعرف اقرا الكف؟ ده بجد؟ ايوه. طب خد قري لي الكف. وريني. بص يا سيدي، قدامك طريق اهو كله زرع اخضر، وفي اخره لا مؤاخذه بوابه. بوابه؟ بجد؟ ايوه. انت لطيف قوي يا لؤلؤ على فكره. هطلع اخد شاور لغايه ما تهدي كده عشان اقف في الظل. قلت لك 100 مرة أنا ما بحبش الطريقة دي. اقعد. ماشي، هقعد. ممكن تهدي بقى؟ ما تستغبنيش يا منير عشان أنا خلقي في مناخيري. أفهم بقى، الكامبين راح للؤلؤ ليه؟ ما انا قايل لك يا كاميليا ان البادجت بتاع الاعلان ده نزل النص. ما ينفعش اعمل لك الاعلان ده بالبادجت ده. والله
تقوم تروح تديه بقى للبت اللي ماشيه في كل حته تقول انها اهم مني واحسن مني. يا كمال يا لؤلؤ دي عيله صغيره نجاحها كام اغنيه، وبعدين الكلاينت هو اللي طلبها مش انا اللي مرشحها. والكلاينت برضه هو اللي قال لك تمسك ايديها وتبوسها. يا كمال يا حبيبتي دي كلها مجاملات، وانت عارف ان انا شغلي كله مجاملات. لؤلؤ ايه بس وبتاع ايه؟ لؤلؤ دي جنبك صفر على الشمال، هتيجي فين جنب الحلاوه والجمال والشياكه دي؟ وبعدين يا حبيبتي انت تاريخك ده محتاج سنين عشان حد يعرف يعديه. تاريخي. يعني انا بقى خلاص راحت عليا واقعد جنب تاريخي؟ لا يا حبيبي، انا هفضل موجوده، واللي زي لؤلؤ دي انا همسحها باستيكه بشغلي اللي انا هعمله. ايوه كويس ان انت قلتي شغلي. هو فين شغلك يا كماليا؟ انت من ساعه ما لؤلؤ دي ظهرت وانت ما وراكيش غيرها. لؤلؤ راحت، لؤلؤ جت، لؤلؤ قامت. بص لنفسك شويه. يعني عايزني اشوف واحده عماله تحارب فيا وعايزه توقعني واقف ساكته كده خالص؟ وبعدين تعالى هنا يا ابو قلب حنين، حضرتك ما سالتش نفسك انا عرفت منين ان انتوا الاتنين قاعدين مع بعض بتديها البراند اللي انا عشت 10 سنين بعمله؟ ما فكرتش خالص؟ صحيح. انت عرفت منين يا كماليا؟ مين اللي قال لك؟ نمره غريبه اتصلت عليا، واحده قالت لي ان حضرتك قاعد معاها، ومفروض طبعا ان انا هبله واصدق ان اللي اتصلت بيا قلبها عليا وتعرف تليفوني. يا سلام، طبعا هي اللي عامله الحوار ده كله. عارف ليه؟ عشان تغيظني، والمصيبه انها بتغيظني بحضرتك، وانت اول ما هي كلمتك انت رحت لها على طول. شفت الحلاوه اللي انا فيها؟ يا نجمه بس راح فين راح فين راح فين راح فين راح فين؟ راح للنجمه يا باشا. نجمة ايه؟ بوصل لها طرد بس. طرد ايه؟ هي مش دي النجمه لؤلؤ ودي عربيتها؟ ولا شكلك سائل هبل وهعملها معاك. توكل على الله. ايدك بس بعد اذنك، انا عايز افهمك حاجه. هي طول عمرها لا بالنفخ ولا بالعضلات. انا معايا طرد هسلمه للنجمه وهي اللي لازم تمضي على الاستلام بنفسها. توكل على الله بقول لك. يا نجمه سيبه يا نبيل. سيبه يا نبيل. خف ايدك مش هنقضي اليوم كله. طير انت يا نبيل. خف. اتفضلي. ده مين اللي بعته؟ ده بعته واحد معجب بحضرتك جدا. طب فين ايصال الاستلام عشان نمضي عليه ونخلص؟ لا، ما هو اللي بعتني قال لي ان لو النجمه ضحكت الضحكه دي يبقى هو كده خلاص خد اللي هو عايزه. طب خلاص ماشي، اتفضل بقى اتكل انت على الله. لا اتكل على الله فين؟ هو انا كل يوم بشوف النجمه؟ صوره سيلفي مع النجمه بقى. ولا شكلك رغاي وهتهري كتير. انت مش خلاص شغلتك؟ توكل على الله يلا. معلش يا نبيل سيبه. معلش يا نبيل. فل. مش صوره بقى سيلفي بقى. لا معلش يا نبيل معلش. انا متاسف جدا معلش. انت مش احسن من نبيل؟ معلش انا اسف. انا اسف متاسف جدا. هو الواد ده انت شفتيه قبل كده يا لؤلؤ؟ اصل يعني بصاتك ليه مش بصة واد دليفري جاي جايب لك ورد لسه حتى ما نعرفش مصدره ايه. مين الواد ده يا بت؟ ده بوده. مش ده الواد بتاع الحادثه اياها؟ يا لهوي يا بت ده مز قوي. بس يعني غريبه، لما خليتيني ارد عليه قبل كده كنت محسساني انك مش طايقه تسمعي صوته وعماله تشاوري لي ازحلقه. ايه اللي جد بقى؟ مش عارفه، بس حاسه ان واد حقيقي كده شبهنا، مش زي الناس التانية اللي مهما نجحت وكبرت يفضلوا شايفينك بنت الملكة. لأننا مهما كبرنا ومسكنا فلوس أصلنا مش هنعرف نمسحه. طب يا اختي انا هاخد البتاع ده احطهولك في اي شفشق ولا حاجه. شفشق ولا حاجة؟ طب ما تخرطيه وتعملي عليه طاجن لحمة أحسن. أنا هاخده وأحطه في فازة جنب السرير بتاعي. سرير؟ لا ده كده الموضوع فيه وانا لازم افهم عشان انا حاسه اني بتغفل وفي حاجات كتير بتحصل من ورا ظهري.